انا اشتريت قطعتين من بره مصر، اللي هو لو انا كنت جبتهم من هنا كنت هدفع سعرهم مرتين واكتر. فانا في الفيديو ده جاي اقول لكم تجربتي لما اشتريت القطعه دي من بره مصر، صرفت كام ودفعت كام جمارك، وكمان هعرفكم اسعار القطعه دي هنا في مصر كام وانا جبتها بكام بالظبط. القطعتين دول بيتباعوا هنا باكتر من 10000 جنيه، باضعاف سعرهم يمكن مره او مرتين. مش هقول التجار هنا بيستغلوا، كل واحد حر في السعر اللي يعرضه. تاجر من حقه يكسب، لكن مش من حقه يكسب اكتر من الشركه نفسها بتاخده عشان تصنع القطعه دي. القطعه دي في متجر هنا بدون ما اذكر اسمه موجود على التيك توك بيبيع القطعه دي باضعاف سعرها. اكلمكم عن القطعتين دول بيعملوا ايه بالظبط. القطعه دي مسؤوله انها تنقل صوت الموبايل بتاعك او الايباد للكمبيوتر. خلينا نفتح العلبه ونشوف محتوياتها بتقول ايه. دي كده القطعه اسمها بيفا دي اس 7. القطعه دي منها اصدارين، اصدار الدي اس 7 برو والاصدار العادي. هنا بتوصل اتش دي ام اي عشان انت توصلها في القطعه الثانيه اللي هي ده عشان تنقل الصوت، وهنا مدخل الاوديو بريدج عشان لو حبيت ان انت تنقل الصوت عن طريق الكابل ده للكمبيوتر. عندك مدخل تاني يو اس بي لو حابب توصل مايك، واتنين تايب سي، واحد للشحن وواحد لو هتستخدمه في اي حاجه تانية. دي كده اول قطعه يا جماعه. القطعه دي بيبيعوها هنا في مصر ب 3200 جنيه واكتر. القطعه دي انا جايبها من على علي اكسبريس ب 1400 جنيه. شايفين فرق السعر؟ يعني ضعف مرتين. يعني هو بيجيب القطعة ب 1400 يكسب فيها أكتر من سعرها اللي الشركة نفسها عارضة بيه، وأنا جبتها بال 1400 جنيه، ما دفعتش أكتر من كده. القطعة التانية وهي البيفا دي زي قطعة الجاتو بالظبط، لكن فيها حاجات تانية أحسن. فيها نظام تبريد، وتقدر ان انت تنقل صورة الموبايل بتاعك او الايباد 4K 60 فريم HDR، وفيها RGB. خلونا نفتح علبتها ونشوف ايه اللي موجود فيها بالظبط واقول لكم سعرها برضو. يعني انا مش عارف ازاي يعني مش عارف اقول ايه بصراحة. الحاجات دي كلها يا جدعان جات لي في اقل من 15 يوم. القطعة دي مسؤولة عن ايه؟ القطعة دي بتنقل الشاشة بتاعت الايباد بتاعك او الموبايل على الكمبيوتر. طبعا بتنقل لحد جودة 4K 60 فريم في الثانية. يكون عندك هنا كابل يو اس بي، ده المسؤول عن توصيل القطعة بالكمبيوتر عشان توصل لها كهرباء، والسلك التاني ده سلك اتش دي ام اي، ده هتوصله في الاتش دي ان وتوصله في القطعة التانية اللي هي البيفا الدي اس 7. طبعا انا هعمل شرح كامل للقطعتين دول على الموقع الاحمر. القطعة دي سعرها كام في مصر؟ القطعة دي سعرها في مصر من 8000 جنيه ل 15000 جنيه. فحقك تكسب، لكن مش حقك ان انت تبيعها باضعاف سعرها. انا جايبها حرفيا ب 4000 جنيه. القطعة دي ب 4000 جنيه، هم هنا بيبيعوها باضعاف سعرها. اسمها ايه؟ اسمها بيفا في دي 05. القطعه دي بديله قطعه الجاتو واحسن منها عموما يعني. وبس ده كده كان الفيديو بتاعنا، فيديو سريع بخصوص الحاجات اللي انا طلبتها دي. انزل بقى كده توقع انا دفعت كام جمارك. انا دفعت في القطعتين دول 232 جنيه جمارك.